ركز وياي. وأنا جاي أسجل هاي الحلقة قبل لا أبلش كان ببالي أقدم موضوع عن التركيز والمشتتات وكل هاي التفاصيل، بس أثناء التقديم صارت السالفة اللي صارت إنه ما لقيت عندي الجرأة الكافية حتى أقدم بيها. يعني من بداية حياتي تقريبا من عمر 13 سنة أو 17 سنة أنا أناقش مواضيع ويا الأشخاص. مناقشة مواضيع ويا الأشخاص طبيعي، كلش أتناقش ويا الأشخاص، نتكلم بمواضيع، نحكي هواية أمور، عندي هواية أصدقاء محيطين بي طبعا. فهذا الموضوع خلاني أحول السالفة من التركيز والمشتتات إلى شنو؟ مواجهة المخاوف. إن لم تكن سببا لإنجاب الأطفال عليك أن تكون سببا لإنجاب الأسئلة. مرحبا، وياكم إبراهيم وبالليش وبودكاست ركز وياي. مواجهة المخاوف إنه أنت أول ما تبلش بأي موضوع معين، تبلش بأي فكرة تكون ببالك، من الطبيعي تكون متخوف في البداية. هسه كل واحد عنده فد خوف، فد شي هو مقترحه وخايف منه. اللي خايف من الفشل، الأشخاص اللي خايفين إنه ينضحك عليهم من الأخير. يعني ممكن أنا أفشل وفلان يقول لي ها ما وصلت وها ما أعرف إيش وها ما أعرف إيش. فبالتالي شنو السالفة؟ مواجهة المخاوف تظل هي فكرة أفضل من البقاء بهاي المحطة نفسها. يعني شغلة إنه أنت تبقى تخاف ما راح تتقدم خطوة، بس شغلة تواجه هاي المخاوف لا، أنت بالأخير راح تشوف كنت مأخر نفسك على موضوع ما يستاهل وعلى هاي المخاوف كلها. للعلم أول ما راح وحدي، يعني أوكي ممكن راح تنشر هاي الحلقة، راح تنشر طبيعي، بس أول مرة أحكي وحدي، متواصل ويا أشخاص واجتماعي الحمد لله والشكر، بس أول مرة أحكي وحدي. ليش المخاوف موجودة؟ لأن هذا الشيء أول مرة أسويه، ما حاكي قبل وحدي، فبالتالي شنو؟ خايف من شغلة، خايف من إنه أثناء الكلام أخطأ. يمكن تصير هاي سالفة تصير بالأشخاص اللي هم بداية المدرسة الدوام. يعني بعض الطلاب اللي الابتدائية ممكن كانوا يتلكؤون بهاي السالفة، يخاف يحكي قدام الأساتذة، هي خوفه من الخطأ. فالمهم شلون تكون عندي جرأة حتى نكون واقعيين بطريقة. أنا ما حبيت أكلف نفسي وأقعد وما أعرف إيش، لا راح أحكي ببساطتي وأحكي بطريقتي بهذا البودكاست. المهم سوالف عادية نقعد نسولفها. بالتالي أنا ما جاي أعلمكم، لا، بالتالي أنا مثلكم، هواية أشياء ما أعرفها بالحياة، كلش هواية أمور. طبعا بعد ما تنشر الحلقة اللي يركز راح يلاحظ التلكؤ اللي عندي كلش راح تلاحظ. المهم سالفة ما بيها مواجهة المخاوف. شلون تواجه هاي المخاوف اللي عندك؟ مثل ما أنا هسه سويت هذا الموضوع. بلشت تسجيل، أضغط تسجيل، أرجع أنطي إيقاف، أضغط، أرجع أنطي إيقاف. بالضبط نفسك أنت من تريد تقدم على فد مشروع معين، تتراجع، تقدم على مشروع بعدين تتراجع.
تمام بالضبط نفس الشيء. فآخر شيء خليت فكرة ببالي، أوكي خطأت، إيش راح يصير؟ تمام أنا خطأت بالموضوع، إيش صار مثلا؟ طبيعي، كل إنسان يخطأ، بالتالي هذا الخطأ اللي أنا راح يكون غلطي أتعلم منه، يكون عندي فد درس معين تعلمت، هذا شيء يكون يساعدني بالمرحلة القادمة. أوكي حاليا خطأت، بس أني يساعدني بالمرحلة القادمة. ايه نرجع لسالفة الانتباه مالتكم. إذا تلاحظون طريقتي بالتقديم أول دقائق كانت شوية بها التراجع، حاليا شنو؟ شوية بديت أحكي طبيعي، كلش طبيعي. المهم نرجع لسالفتنا. كلش عادي تخطأ، خطأك أنت مو أول إنسان يخطأ بحياته. هنا أستذكر أحد أصدقائي الله يعطيهم الصحة والعافية، وخليه أقوله بالاسم لأنه كلش أنا من النوع اللي أركز بحق الكلام. اليوم مو فقط إنه حق الشعر بيت شعر لازم الذكرى تقول الشاعر مالته، لا، من تذكر كلمة معينة لشخص أنت سامعها منه لازم تذكر الشخص اللي قالها لك. فصديقي أحمد رياض قال لي عبارة اللاعب شطرنج، كانت تقول العبارة: وجود خطة فاشلة أفضل من عدم وجود خطة. يعني أنه أنت شغلة تخلي تبلش بأي موضوع معين راح تكون عندك خطة، ممكن تكون هاي الخطة فاشلة، طبيعي الموضوع، بس الأسوأ من هذا أنه أنت ما يكون عندك خطة، لأن هاي الخطة الفاشلة راح تتعلم منها درس. هسه هاي انتهينا منها. طيب شنو المخاطر المحتملة اللي ممكن تصير مستقبلا؟ خلي ننتبه على فد نقطة مهمة. اليوم كل احنا اكو جيل جديد راح يجوا مستقبلا، يعني هذا الجيل الجديد المستقبلي، جاي احكي عن المستقبل مو الحالي. يعني الجيل الحالي اوكي عندنا اخطاء ممكن نصلحها، هاي اخطاء عندنا. اكو اطفال موجودين، ذول الاطفال دائما يحاولون يسوون فد اشياء جديدة. مثلا طفل يقرأ له نشيد، طفل يقرأ له فد شعر، يسمع. تدرون احنا اليوم محيط كل اختلاط اجتماعي وتواصل اجتماعي، فبالتالي هذا شنو؟ يسمع. طيب المخاطر وين؟ المخاطر من هذا الطفل نفسه جاي يؤدي فد شيء معين، ويجي الأب أو تجي الأم تضحك عليه. يعني بين قوسين انت جاي تقول، انت جاي تسوي، جاي شنو جاي تحكي؟ هنا لازم ننتبه على شغلة، انه هذا الطفل ما عنده الاشياء ولا عنده الشخصية اللي انت موجودة عندك. اوكي انت وصلت لمرحلة عندك شخصية قوية، وصلت لمرحلة بنيت شخصيتك من خلال تجاربك، اشيائك، امورك اللي عشتها. هذا الطفل ما عنده هاي الامور، بعد بداية الطريق. فانت من راح تضحك راح شنو؟ راح تقلل ثقته بنفسه، وممكن هاي الاشياء تكون وياه حتى بعد ما راح يكبر. لانه اذا نريد نستذكر فد نقطة للامام علي عليه السلام، يقول الطفل في الصغر كالنقش على الحجر. هاي اذا قلتها صح طبعا ما ادري. اي فلان هذا ممكن هاي الاشياء تبقى، يعني لا تستغرب اذا من تكبر تشوفه انسان متراجع، يعني ما عنده مثلا عنده اخطاء بشخصيته معينه، كلش عنده اخطاء هواي. زين شنو سبب هذا؟ نرجع للواقع. سببها انه انت من الصغر لازم نستمع لهم بطريقه حلوه، لازم نبتسم مو لغرض نصير فكاهيين ونضحك عليهم، لا، نبتسم لغرض انه نشجع ذول الاطفال. اذا كان عندهم في طموح معين، ممكن يكون رسم، ممكن يكون شعر، ممكن يكون طفل بعد صغير عنده فد صوت حلو،
ممكن يكون صوت غنائي، ممكن يكون صوت جميل، يعني بهواية أشياء، يعني عدة مجالات. ممكن يكون قصائد، ممكن يكون قراءة قرآن، يعني حسب اللي هو حاب. زين، يمكن أنا شوية ابتعدت عن الموضوع، بس هاي المخاوف اللي إحنا جاي نحكي بيها. إحنا الكبار وبما فيهم أنا منين خايف. أنا حبيت اليوم أكون كلش واقع وياكم. أنا كإبراهيم الخزعلي منين خايف؟ الخوف الأساسي هو من نفسي. ما أعتقد إنه خايف من بشر بفد شيء معين، لا. أنا اليوم سويت شيء ما متعود عليه، يعني بديت بشغلة ما متعود عليها بصراحة. أول مرة إنه أسجل هيك وأقعد أسولف وياكم وهاي الأمور. سابقا أوكي، عندي مثلا صاعد بثوث مباشرة، مسوي هواية أشياء، الحمد لله إنه عندي اختلاط اجتماعي. بس شغلة إنه أقعد وأسجل وأحكي، يعني أول شيء يجي ببالي إيش بي أنا خبل أحكي عن نفسي، شنو جاي يصير؟ بعدين أتراجع شو أقول لا، أنا جاي أقدم محتوى هادف، جاي أقدم شيء، فإذا شنو الكلام هذا بيه فائدة. طيب، دائما إذا نجيها من ناحية علمية ممكن نطرق لهذا المجال، يعني مو كلش قوي بهذه الأمور. ملاحظة، لا أنا أقول لكم أنا المتعمق، ولا من جماعة المصادر، ولا إنه طلع لك المصدر الفلاني وجبتها من المصدر الفلاني، لا، أحكي على بساطتي، والأشياء اللي تابعتها والأمور اللي حفظتها أحكيها. هسه كل واحد يحكي الأمور بطريقته، وأنا جاي أحكي بطريقتي. فاتفقنا ماكو سالفة لا مصادر ولا أمور، ما عندي. كطبيعة العقل البشري، إذا نجيها بشكل واقعي، العقل البشري من تسوي فد شيء جديد، يعني إنه أنت أوكي قلت أنا خلي أسوي شيء جديد، ممكن أرسم، ممكن أحكي شلون ما هسه أنا جاي أحكي، ممكن أي شيء أدخل مشروع. العقل ما متعود على هاي النقطة، أنت جاي تسوي شيء جديد، العقل نهائيا ما متعود على هذا النقطة، يعني هاي النقاط كلها. إيش راح يصير عندك؟ راح يبدي يقترح لك عراقيل. واحدة منهن حتى نكون قريبين على الصورة، واحدة منهن وانا جاي احكي هسه حاولت اسجل اكثر من مرة. ليش؟ كل ظني انا ما راح يطلع عندي حكي، راح اخلص السوالف، راح يخلص حكي كلش عادي، وانا ما جاي احكي يعني بورقة وكاتب على ورقة، لا، جاي احكي ارتجال، شو يطلع وياي احكي، لا مش يطلع وياي بس هذا الموضوع يعني. المهم، فشنو العقل يبدي يقترح لك اشياء، عراقيل. انت عليك انه تجاوب نفسك على هذين العراقيل. مثلا قلت خاف احكي وانسى اثناء الحكي، انت شو تسوي؟ تقول اوكي مو مشكله، خليني اجرب. من تسوي هاي الاشياء مره ومرتين وثلاثه واربعه بالتكرار، تكون افضل، راح تكون هوايه تتحسن كل مره بعد مره، وكلش عادي يعني ترجع تسمع اللي حكيته وممكن تضحك على نفسك، ممكن تقول أشياء، ممكن يعني تحكي حكاية مو يم الموضوع، كلش عادي، أنت مسوي شيء جديد. زين، طبيت بمشروع، أوكي، حتى تطور من حياتك. أنا أريد أحسن من نفسي، هذا مشروع، يعني أنا لازم أطور من نفسي، لازم أدخل بمشروع معين. وين المشكلة إذا خسرت؟ اوكي، هسه واحد يقول لك انه انا ممكن اخسر لي فد مبلغ مادي كبير، ممكن اخسر، ممكن اوكي، كعقلك عندك عقل، لا تطب بالاشياء المو منطقيه، اكو امور منطقيه لازم تميز بين الامور المنطقيه اللي هي واضحه مثل عين الشمس، يعني من تدخل ويا ذولا جماعه الاستثمار اللي موجودين بالنت، من تدخل وياهم ذولا مبينه واضحه
قاعدين يصفطون براسك حكي سوف تصبح مليونير وسوف تصبح ملياردير وما ادري شنو. السالفه واضحه، مبين انت تطلع مقطوط بالاخير. ما يراد لها فد روحه من روحه للقاضي. هي بيك امور تروح للقاضي. اي فالمهم اما شغله ان تفتح مشروع بالواقع موضوع ما بيه تقفيص. تقول انا اريد افتح لي فد محل او فد مطعم او يعني اي شيء من ذني. هسه حتى من ناحيه الامور، من ناحيه البنات مثلا اللي تريد تبيع على النت، تريد تسوي فد امور معينه، هو هاي الخساره تعلم. هي هاي الخساره اللي احنا نحكي عنها هي تعلم الانسان. طيب انت تريد قبل انه تدخل بفد موضوع معين، والله أنا لازم خلي ادخل بموضوع قبل هاي هي خلاص وصلت للقمه. انت شلون توصل للقمه اذا ما تخسر؟ يعني كلش انه عادي طبيعي الانسان يخسر. تراكو اشياء اهم انه الانسان ما لازم يخسرها. يعني تخسر ماده تتعوض، خسرت الله سبحانه وتعالى يعوضك. خسرت هوايه اشياء اوكي، بس كلش صعبه من الانسان. انت قارن، انت لازم تقارن حتى تقاوم مخاوفك هاي. لازم تقارن. المقارنه شلون تكون؟ من الافضل انه الانسان يخسر ماده لو انسان يخسر كرامته مثلا، او يخسر هوايه شغلات، او يخسر. ابدا قارن. من تبدا تقارن تشوف شيء افضل من شيء. اقعد ويا نفسك وتناقش وياها عادي، بينك وبين نفسك اقعد وسولف وقول يابا اني هيك الوضع ولازم انه اقاوم هاي المخاوف كلها. زين نرجع السالفه، نرجع للخوف. ولو وصلنا ساعه نحكي بيه، بس يعني نرجع له من جانب ثاني شويه مختلف. انا من شنو خايف؟ ارجع للسالفه. نقطه مهمه. طبعا جاي اقول انا ما جاي اقصد نفسي، يعني جاي اقصد اللي جاي يسمع، بس انه جاي احكي بلغه ما ادري شو يسموها، يعني هي هاي. ايه ف اني من خايف انه يجيني تعليق. مثلا انا قدمت فد محتوى معين، خايف انه يجيني محتوى واحد يدخل لي تعليقات المحتمله. طبعا هي اول واحد راح يدخل راح يقول لك ها حلو، عاش ايدك والله، الله عليك كفو. طبعا غالبا دول يكونون اصدقائك اللي شو تقدم يقولوا لك حلو، يعني البعض منهم بس المهم يعلق لك تعليق هذا. واكو مجموعه ما يعرف على شنو، المهم انه يسيء. يعني خلاص انه انا لازم يا محتوى القيه لازم اتجاوز انه هيك، يعني تعليق سيء، تعليق سلبي كلش عادي. زين اوكي، انت من تتراجع عن هدف او عن فد شيء معين مقابل تعليق سلبي، شلون راح تستفاد؟ يعني هذا التراجع ما راح يوصلك النتيجه. قدم الاشياء اللي تحبها انت، قدم الامور اللي حابها، وصل نفسك. طيب ليش السؤال الاهم اللي الكل يساله، ما حد ساله بس انا هسه سالته والله، يعني بس ليش قلت الكل يساله ما ادري، يعني اكو امور تجي الحكي. المهم سؤال البعض يساله، مو الكل، سؤال البعض يساله